هنعمل مع بعض حاجة للفطار كده لذيذة جدا، تنفع للفطار او تنفع لجوع نص الليل. حاجة مستعجلة كده عايزة تعمليها بسرعة، بسيطة جدا، طعمها لذيذ، حلوة جدا، مكوناتها سهلة خالص. هتقدمها مع شوية سلطة مع شوية بطاطس محمرة ومخلل. خلصت على كده وطعمها لذيذ وحلوة جدا وهتعجبكم. شايفين جمالها؟ تقريبا كده هي بتتكلم عن نفسها. ومكوناتها بسيطة جدا، يعني مش 3 4 مكونات بس هتكوني عملت الوصفة دي. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، كومنت كويس كده منكم ليا يدعمني. دعموني شوية يا جماعة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معانا هنا كوباية من الدقيق، عليها كوباية ونص من المية، معلقة سكر، معلقة ملح، وربع كوباية زيت. بس لا بيض لا خميرة، مش هنضيف أي حاجة تانية. وهندمجهم مع بعض كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات دقيق. هندمجهم كويس جدا ونتاكد ان كل حاجه اتخلطت معانا مع بعضها. امشي على المقادير بالظبط وهي ان شاء الله هتظبط معاكي. هنجيب بقى وok، ممكن تجيب طاسه الكريب او صاج، اهم حاجه الطاسه بس ما تكونش ما بتلزقش. تمام. يعني ايه، هنمسحها بزيت بس، وهنبدا ننزل بيها. ننزل بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه، اللي هو عباره عن دقيق وميه وزيت بس. وهنحطها على نار هاديه جدا عشان ما تتحرقش مننا. تمام. هنحطها على نار هاديه، ونحط الكبشه ونوزعها كويس جدا. لازم تبقى رقيقه، متبقاش تخينه. انت هتعملي يعني هتفضلي تعملي اول 2 3 4 كده، مش هيطلعوا مظبوطين منك لحد ما تظبطي مقدار الطاسه وتظبطي مقدار ايدك وتظبطي كل حاجه. فاول 2 3 كده هيبقوا بايظين منك عادي، مفيش اي مشكله. فطبيعي ان هما اول كام واحده كده يبوظوا منك لحد بس ما تظبطي معيار الطاسه بتاعتك، ان هي تبقى رقيقه وان هي تبقى مظبوطه. الطاسه دي صغيره، المفروض طاسه اوسع، بس دي بصراحه اللي كانت عندي. فشغليها على نار واطيه، على نار هاديه، تمام، عشان تستوي كويس جدا. ممكن تعملي كميه برضو وتحطيها في التلاجة، بحيث انك ممكن تطلعي وتعملي منها على طول. لو انت في اوقات يعني تكوني مستعجله، على فكره بتتحشي حشوات كتير جدا. ممكن تحشيها شاورما، لو عندك فراخ بايته برضو ممكن تعمليها شاورما وتعمليها وتحشيها بيها. تحشي جبن، تحشي حاجات كتير جدا. ممكن تتحشي مربى عادي برضو، تبقى لذيذه جدا وطعمها حلو جدا. شايفيني بقى على نار عاليه تبدا تتلسع ازاي. ودي طبعا مش الكميه كلها لان في التاكل وانا بعمله، فالف يعني الف هنا على اللي اكله. التاكل وانا بعمله. ده شكلها، شكل يطلع طريه او ازاي. شايفين بتطلع طريه ازاي وبتبقى حلوه جدا. انا هحشيها جبن، حاجه سريعه يعني تنفع للفطار. انت زي ما قلت لك ممكن تحشيها اي حاجه. لو في فراخ فايضه عندك من الغداء او كده ممكن تحشيها بيها برضو، مع بطاطس وفلفل كده، تعصجيها على النار وتحشيها بيها، تبقى لذيذه برضو. انا هنا حشيتها، حطيت جبنه موتزاريلا، وده كان عندي زيتون مخلل خليته وفلفل مخلل برضو قطعته، لان المخللات او الحاجه الحادقه مع الجبنه الموتزاريلا بتظبط طعمها جدا. ممكن بقى تحطي انت اي نوع مخلل انت بتفضليه، اي حاجه عندك انت عايزاها، او ممكن جبنه بس، ممكن تحطي جبنه رومي، ممكن تحطي شيدر، ممكن تحطي اي نوع جبنه انت بتفضليه وتحبي تفطري بيه. بس معلومه برضو ان السندوتشات دي انا عملتها بجبنه فيتا بطعم الجبنه الرومي، كانت حلوه برضو. بتحشيهم الحشوات اللي انت عايزاها، وترجعي تحطيهم في الطاسه، تمسحي برضو الطاسه زيت، وترجعي تديهم كده 2 3 على الوش ده، دقيقه على الوش ده ودقيقه على الوش ده، لحد بس ما الجبنه تسيح. وبس كده تبقى السندوتشات دي جاهزه معاكي. والسندوتشات دي يا جماعه طعمها حلو جدا. نصيحه تتاكل وهي سخنه، عشان لما بتبرد الجبنه بتجرد ومتبقاش حلوه، فتتاكل وهي سخنه. اعملي لك كده 3 4 سندوتشات تاكليهم، فظيعه جدا، حلوه جدا، طعمها حلو، هتعجبك ان شاء الله. جربيها. وزي ما قلنا الحشوات انتي حره، احشي اي نوع حشوات انت عايزاه، واي نوع حشوات متوفر عندك. وكده الفيديو خلص، واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت.